ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. welcome back to my channel. النهاردة هكلمكم عن موضوع ناس كتير بتسألني عليه، وبجد ناس كتير بتسألني عليه، مش بقول كده وخلاص. هو لو انا عندي لابتوب في البيت او انا لسه هجيب لابتوب، اعمل بيه ايه بالظبط؟ يعني الناس اللي بتقعد على اللابتوب دي بتعمل ايه بالظبط، غير اللي هو لو شغل او كده؟ ازاي استخدم اللابتوب بتاعي باقصى نوع يخليني productive، يخليني منتج؟ فالنهارده هبدأ معاكم من اول بسم الله، نفتح اللابتوب كده لحد ما نبدأ نشتغل عليه ونبدأ نتعود ان احنا نستخدمه، بالذات للناس اللي هي في سني مثلا، لسه مثلا متعودة على التليفون اكتر، مش متعودة على البي سي او اللابتوب. فهنبدأ بأول حاجة من الصفر خالص، وهي ان احنا نديزاين اور لابتوب. ازاي نديزاين اور لابتوب؟ نختار وول بيبر، نختار هوم سكرين اللابتوب، نظبط الديسكتوب بتاعنا لو اللابتوب عندنا قديم، نشيل كل الحاجات اللي على الديسكتوب اللي ملهاش لازمه، زي انتوا ما بتظبطوا التليفون وكده. وكل واحد تليفونه بيبقى حرفيا يعني شبه شخصيته قوي. انتوا اعملوا كده في اللابتوب. ليه بقى؟ لان انتوا حرفيا انتوا هتفتحوا اللابتوب ده يعتبر كل يوم، فانتوا زيه زي التليفون، يمكن اصلا استخدامه المفروض يبقى اكتر من التليفون يعني. بس فانتوا هتقعدوا فيه كتير زي البيت كده، لازم تبقوا مظبطينه عليكم. فاول خطوه برشحها ان انتوا تخشوا على بنترست، تجيبوا بقى ديسكتوب والبيبر وتختاروا وتظبطوه كده. لو في اي حاجه مثلا عليه زياده، العاب مثلا مش تستخدموها، حاجات كده، كل ده يتمسح وكل ده يتظبط. وكده نبقى قلنا بسم الله كده وبدأنا. تاني حاجة، خلي جوجل كروم الديفولت براوزر بتاعكم. زي ما احنا بنفتح مثلا ابلكيشنز على التليفون، احنا ممكن ننزل ابلكيشن على اللابتوب، بس دي مش احسن طريقة نستخدم بيها اللابتوب لو هنستخدمه على طول، لان هيتقل الجهاز جدا على حسب الجهاز برضو. بس ايا كان الابلكيشنز اللي هننزلها، بلاش ننزل اي ابلكيشنز على اللابتوب. ممكن مثلا ننزل بس الواتساب، لان هو كابلكيشن احسن. وبرده نوشن بيبقى على كابلكيشن احسن. هقول لكم ايه نوشن في اول في اخر الفيديو. لكن اي حاجة تانية بقى، فيسبوك، انستجرام، اي كانفا، اي بستخدمه او على التليفون ابلكيشن، هنستخدمه على براوزر على اللابتوب. ففي كذا براوزر على اللابتوب، هتلاقوا في فايرفوكس، هتلاقوا في جوجل كروم، هتلاقوا في واحد تاني كده بتاع اسس مثلا، والحاجات دي في كتير. وهتلاقوا اللابتوب بتاعكم مختار ديفولت براوزر، يعني اللي هو براوزر اللي هو ثابت عندكم آه على حسب الجهاز وكده. بس انا بحس ان احسن براوزر بالنسبه لي هو جوجل كروم، هو اكتر حاجه يعني ستاندردايزد في البراوزرز. فخلوا اهم حاجه ان الجوجل كروم، شيلوا كل البراوزرز اللي على جنب، يعني ما تخلوهاش قدامكم حتى في البين تحت كده، تشيلوها وتخلوا بس قدامكم جوجل كروم. ليه بقى؟ لان جوجل كروم اولا عنده اكستنشنز كتير، وهقول لكم ايه اكستنشنز دي دلوقتي. وعنده كمان فكره التابز دي، ان انتوا لما تخشوا على ويب سايت على جوجل كروم وعايزين تسيفوا الويب سايت دي، بحيث ان انتوا مش كل ما تخشوا تقعدوا تسريشوا على الويب سايت دي، تبقى ثابته كده زي ايكون زي الابلكيشن، بس انتوا بتفتحوا البراوزر وبعد كده بتروحوا تدوسوا عليها، بحيث ان انتوا ما تقعدوش تسريشوا على الويب سايت كل شويه وتفكروا وما تلاقوش مثلا الويب سايت يضيع منكم او ايا كان حاجه زي كده. حاجه كمان لازم تعملوها، ان انتوا تفتحوا نوشن، تعملوا اكونت على نوشن. ايه هو نوشن بالظبط؟ هو ممكن تقولوا سوفت وير للبلاننج، للنوتس، لل زي بالظبط جوجل كيب ونوتس اب على ايفون وكده. بس هو شوية يعني ادفانسد اكتر، يعني في اوبشنز اكتر، في ممكن تعملوا بيجز اكتر. يعني انتوا افتحوا كده وهتلاقوا اصلا يعني سهل تتعاملوا فيه. هي اكسبلور كده الابلكيشن ده هيعجبكم قوي. وانا يعني انصح اول حاجه تستخدموها في النوشن ان انتوا تعملوا بيج للباسوردز. يعني اي باسورد هتعملوها على ويب سايت او كده، عشان انا متاكده لما تبداوا تستخدموا اللابتوب وكده هتعملوا باسوردز لكذا حاجه، وحتى الويب سايتس الهايفه حرفيا هتعملوها باسوردز وهتبقوا اكيد مش تفتكروها يعني.
فانتوا بتعملوا توجل ليست على نوشن وتعملوا وتكتبوا مثلا الباسورد ده لايه، وبعدين تفتحوها وتكتبوا الباسورد تحتيه، بحيث ان انتوا يبقى عندكم حاجه ترجعوا لها في الكلام ده. خلاص ظبطنا الباسورد على نوشن وكل ده، نرجع بقى للتابز على جوجل كروم. دلوقتي اي ويب سايت هتفتحوها على جوجل كروم مهمه بالنسبه لكم وعايزين وهتفتحوه على طول، زي مثلا كانفا او حتى نوشن تفتحوه كويب سايت عادي، يعني مش شرط ان انتوا تنزلوا كابليكيشن، افتحوه كويب سايت عادي جدا، برضو استخدامه لذيذ يعني مش مشكله. تثبتوا لها تاب، وبرضو يعني هتلاقوني حاطه لكم ازاي على الشاشه، بحيث ان انتوا كل ما تخشوا خلاص انتوا، يعني الفكره كلها في ايه يا جماعه، ان انتوا تسهلوا على نفسكم ان انتوا تفتحوا اللابتوب وتستخدموه، يعني يبقى يعتبر زي التليفون شويه. هتتعبوا في الاول في ان انتوا تعملوا سيت اب وتحطوا مش عارفه ايه وتظبطوا ده وده وده وده، وبعد كده حرفيا التعامل هيبقى سهل جدا، لان انتوا عايزين تحفزوا نفسكم ان انتوا تفتحوه، عشان 100% الواحد لما بيقعد على اللابتوب غير لما بيقعد على الموبايل. هنا بيبقى productive ومنتج، يعني منتج، وهنا حرفيا بيضيع وقت بس. حتى لو ساعات في ناس بتضيع وقت على اللابتوب او البي سي، بس مش هيبقى زي التليفون خالص. فانتوا عايزين تسهلوا على نفسكم ان انتوا تفتحوا اللابتوب، عايزين تسهلوا على نفسكم ان انتوا تستخدموه. ففي الاول هنتعب سيكا، وبعد كده هيبقى سهل جدا، وهتبقوا حاسين اصلا ان انتوا عايزين تفتحوه وكده وتجربوا حاجات جديده و... وخلاص ما عندكوش مشكله. هو الفكره كلها الناس بتكسل اغلب الوقت عشان تفتح اللابتوب والبي سي وكده، عشان يمكن استخدامهم يعني مش فاميليار بالنسبه لهم، مش متعودين كده يستخدموه، مش عارفين ايه اللي جوه، هيعملوا ايه بالظبط، مش عارفين كل ده. فهي دي الفكره كلها، احنا عايزين نسهل على نفسنا كل ده عشان نقدر ان احنا يعني نطور نفسنا ونبقى منتجين، وكل ده هيعود على نفسنا احنا، يعني احنا كمان نقدر نستخدم الكمبيوتر ده سوفت سكيل بيزك قوي يعني. خلاص خلصنا كل التظبيط بتاع اللابتوب وبدأنا ان احنا نستخدمه وتعودنا شوية نستخدمه. ايه الحاجات بقى اللي احنا ممكن نفتح جوجل كروم ونعملها عليه؟ اول ويب سايت هعمله ريكومنديشن، والحاجات دي كلها انا عملتها يا جماعة، وهسيبها لكم في اللينك في الديسكريبشن، اللينك بتاعها في الديسكريبشن. واكتشفتها من كذا فيديو برضو على اليوتيوب يعني. هي اول حاجة هي السبيد تايبينج. السبيد تايبينج ده حاجة تحفة، حاجة كده يعني. عارفين الكودرز لما بيبقوا في الافلام والمسلسلات وكده، اللي هما بيقعدوا يعملوا تن 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 كده على اللابتوب بسرعة جدا، وما بيبصوش اصلا على الكيبورد، بيبقوا حرفيا باصين قدامهم، وبيبقى انبهار كده اللي هو انتوا ازاي بتكتبوا حاجات كتير بالسرعة دي وايديكم متعودة وانتوا مش باصين اصلا على الكيبورد. واحنا اصلا لما بنيجي نفتح اللابتوب حرفيا بنبقى اللي هو قاف كاف، حرفيا بنبقى بطيئين جدا يعني. فالسبيد تايبينج هو بالظبط الفكرة ان الناس اللي بتكتب بسرعة دي من غير ما تبص على الكيبورد، واظن كذا حد كان يتكلم عليها يعني. بس ازاي اصلا يبقى عندنا مهارة السبيد تايبينج دي، واصلا هتفيدنا في ايه؟ هقول لكم حالا. اول حاجة ازاي ان احنا يبقى عندنا المهارة دي، في تو ويب سايتس هعمل لهم ريكومنديشن، واحد بالانجلش واحد بالعربي، الكيبورد اللي بالعربي والكيبورد اللي بالانجلش. بيبقى زي لعبة، بتبقى ليفلز وبيعودك كل شوية على حرف، يعني بتبدأ مثلا بالجي والاف لو بالانجلش، وبتقعد تدوس، يعودك تدوس على الجي والاف، الجي والاف، وامتى تدوس جي وامتى تدوس اف. وكمان بيخليك تراكميا تتعود ان انت ما تبصش على الكيبورد، يعني يبقى عندك في حاجه اسمها، مش متاكده من اسمها، بس هي المفروض ان انت بتحفظ ماسل ميموري. فالمفروض ان هي يعني معموله اصلا عشان تديك المهاره دي. فممكن في خلال مثلا شهر تكون بتكتب بسرعه اكبر بكتير من اللي كنت بتكتب بيها. وده هيعمل لك ايه؟ هيوفر لك وقت وهيخليك جامد كده، هيخليك واثق من نفسك قوي ان انت وانت فاتح اللابتوب قدام اي حد مش قاعد باصص كده تحت وحاسس ان انت بتضيع وقت وزهقان وساعات الموضوع بيبقى يعني رخم كده ان تقعد تكتب على الكيبورد وتقعد تبص تحت وبتاع. يعني احنا حتى لما بنمسك التليفون ونقعد نكتب في الكيبورد بنعمل نكتب بسرعه جدا، عشان احنا متعودين على ان احنا نكتب على الكيبورد بتاعه التليفون. نفس الكلام مع اللابتوب، بس بدل ما انت تاخد سنين في ان انت تتعود على الكيبورد، انت ممكن حرفيا شهر شهرين
بفكرة اللعبة او الويب سايت دي تتعود على السبيد تايبنج. تاني حاجة، ابدأوا اتعلموا كانفا. ايه هو كانفا؟ اظن انتوا عارفينه، هو يعني اب للديزاينز، ايا كان بقى ديزاين سوشيال ميديا، ديزاينز بوستر، ديزاين شهادات، اي ديزاينز. ومش محتاجة ان احنا نكون جرافيك ديزاينرز خالص، حرفيا ممكن يكون على يعني ممكن يكون مالكش يعني مجالك ملوش اي علاقة بالجرافيك ديزاين، بس تستخدم كانفا في حاجات ليك انت خاصة بيك وهتفيدك جدا. وان انت يبقى عندك سكيل زي كده اصلا حاجة تحفة برضو من السوفت سكيلز اللي بحس ان هي بونص ليك انت، مش مثلا لمجال شغلك او كده، لا ليك انت تبقى عارف تستخدم حاجة زي كده هتفيدك بعدين في البيرسونال براند بتاعتك او كل ده. وكل الحاجات دي اللي انا بقولها يعني عامة في الفيديو ده هي beginner friendly جدا، يعني هي حاجات ابتدائية انت تقدر تبدأ بيها وهتلاقيها سهلة، مش هتلاقيها معقدة او محتاجة حوار. تالت حاجة واللي اكيد سمعتوها في اماكن كتير قوي، هي ان انتوا تاخدوا كورس او تتعلموا حاجة جديدة كده على اللابتوب. وفي منصات كتير قوي بالانجلش وبالعربي. ولو انتوا عندكم مشكلة في الانجليش، فانا اكيد مش محتاجة اقول لكم ان انتوا تفتحوا اللابتوب وتبداوا تاخدوا عليه كورس انجليش. حرفيا منصات وفيديوهات على اليوتيوب لا نهائية. وصدقوني لما تتفرجوا على فيديو على اليوتيوب على اللابتوب غير لما تتفرجوا عليه على الموبايل. الموبايل في حاجة كده بيخليكوا عايزين تعملوا سكرول 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 سكرول، او تخرجوا مثلا يجي نوتيفيكيشن فتفتحوا حاجة تانية وانتوا مش بتبقوا حاسين قوي او مش بتبقوا مدركين. وانا نفسي حرفيا بيحصل لي نفس الكلام. ولحد دلوقتي وانا بستخدم اللابتوب بقالي 2 3 سنين بستخدم اللابتوب بتاعي، وبرضو لما بفتح التليفون بيجيلي نفس الافكت ده. فيعني مش محتاجة اشرح. حتى افتحوا اليوتيوب من على اللابتوب هتلاقوا نفسكم بتتفرجوا على حاجات مفيدة، والجورنال بتاعتكم معاكم كده وتقعدوا تكتبوا نوتس. يعني انا برضو هكلمكم عن الجورنالينج كده كده، هعمل لكم فيديو عن الجورنالينج ده كده كده، لان انا بقالي 5 سنين بجورنال. فدي حاجة يعني بجورنال بالظبط من وانا عندي 13 سنة وانا عندي دلوقتي 18 سنة، ف5 سنين بالظبط حرفيا. حاجة تانية والحاجة الأخيرة اللي شايفاها أو اللي أنا مجمعها لحد دلوقتي، في حاجات كتير قوي تتعمل انتوا ممكن تستكشفوها من على اللابتوب، بس أنا دي الحاجات اللي هي إيه جاية في بالي يعني. وهي إن انتوا تتعلموا إزاي تدوروا على الحاجة وفين بالظبط. يعني إيه؟ اللي هي الريسيرش سكيلز، هي مهارة ان انتوا تعرفوا تدوروا على الحاجة فين. يعني مثلا انا دلوقتي عايزة ادور على منح، مثلا في اليابان، هدور عليها فين؟ هل هدور عليها في التيك توك؟ لا خالص. هدور عليها في لينكد ان، هدور عليها على الويب سايتس اللي هي على جوجل عادي، هدور عليها ممكن ادور عليها على انستجرام عادي بيبقى فيه. فانا عرفت ده منين؟ عرفت من ان انا سريشت في كل بلاتفورم جت قدامي على الانترنت، وعرفت ايه بيظهر فين، هل موجود هنا ولا مش موجود هنا. وده بيوفر عليكم بعد كده ان انتوا عايزين حاجة خلاص انتوا عارفين انتوا رايحين على فين. يعني مثلا في حاجات اسألها لشات جي بي تي، وفي حاجات لا انا مش هسأل شات جي بي تي، انا هسريش على اليوتيوب عشان ده هيجيب لي حل اسرع. وفي حاجات بسريش عليها في التيك توك، هيجي لي حل سريع وهظبطها على طول. لكن كان في وقت كده لما اقعد ادور على حاجه واخد وقت كبير قوي فان انا ادور عليها في كل حته الاول وبعد كده الاقيها في اماكن معينه، ده خد مني وقت كبير قوي. فان انتوا تبداوا تدوسوا في ده من دلوقتي هتفرق معاكوا وهتحل حاجات كتير قوي من حياتكم انتوا لسه مش عارفينها. وكل الحاجات اللي انا بقولها دي عامه هتوفر عليكم حاجات كتير قوي في حياتكم، ومش هتدركوا الموضوع الا لما تجربوا وتقولوا انا هبدأ من دلوقتي. وحتى هفتح اللابتوب لمدة ساعة يوميا واقفل تليفوني في الوقت ده، الا لو هنقل منه حاجات يعني اكيد من على اللابتوب، واقفله تاني عشان اخلي كده اقعد مع اللابتوب كده استكشف جوه البي سي. جينا لاخر حته انا قلت لكم ان انا اقول لكم ايه هي الاكستنشنز بتاعه جوجل كروم. وهي الاكستنشنز دي بتبقى زي مساعد. يعني مثلا
في اكستنشن في جوجل كروم اسمه تابز ليميت، ان انتوا لما بتفتحوا التاب بتاعت الويب سايت فوق ممكن تفتحوا حرفيا. انا كنت زمان كنت بفتح بالسبع 8 تابز واسيبهم، وده كان يعني اولا بيخليني متشتته جدا ومش عارفه انا بعمل ايه، ثانيا بيخلي الجهاز يعني يتقل جامد وبيخليه يعلق ساعات، وممكن يروح طالع منه خالص من كل التابز دي. فالتابز ليميت دي بتعمل ايه؟ بتليمت التابز حرفيا يعني سهله قوي. هي بتليمت التابز اللي بتفتحها. مثلا انا عاملاها الثلاث تابز بس، يعني ماكسيمم افتح 3 تابز، لما اجي احاول افتح الرابع ما يرضاش. فهي حاجات مساعده ان هي تظبط الاكسبيرينس بتاعتك على جوجل كروم. وانا هعمل فيديو خاص للكروم اكستنشنز، لان انا لما دورت على كذا حاجه لقيت كروم اكستنشنز حرفيا يعني فرقت معايا في اللابتوب جدا بجد يعني، وفرقت في الاكسبيرينس بتاعتي على اللابتوب. بصراحه انتوا كل ما تخلوا الاكسبيرينس لطيفه ليكوا انتوا على اللابتوب هتحبوا تفتحوه، هتحبوا تعملوا حاجه عليه، وهيجيلكوا افكار كتير قوي. مش زي التليفون خالص يا جماعه، ومش ممل خالص يعني، حرفيا هو مش ممل هو. وكمان انتوا اصلا لما ترومانتسايز الفايب بتاعكوا ان انتوا تفتحوا اللابتوب وتقعدوا عليه work، يعني work vibe كده يعني. افتحوا بنترست لو انتوا تعرفوا قصدي ايه يعني. اكتبوا work vibe مش عارفه ايه، لابتوب مثلا ideas مش عارفه ايه، دوروا كده على حاجات تعملوها. يعني انا عارفه ان احنا اخر الاجازه وخلاص احنا داخلين على الدراسه، بس اللي عنده فرصه ان هو يلحق يجرب او كده حتى مع الدراسه، والله مع الدراسه عادي والله العظيم هتفرق معاكم جدا جدا جدا، هتعدوا ناس كتير قوي مش عايز تبدأ دلوقتي ومش عايز تعمل حاجة دلوقتي وبتقول انا لسه عندي وقت، هفتح اجيب لابتوب امتى يعني، بعدين اجيب لابتوب في الجامعة، اجيب لابتوب بعد الجامعة، اي حاجة. هي مش تفرق طبعا يعني السن، بس كل ما تبدأوا بدري كل ما هيبقى احسن، وده حاجة اكيدة يعني. وبس يا رب ما كنتش طولت عليكم في الفيديو ده. انا كنت عايزة اعمله باحسن صورة عشان يوصل لكم المعلومات، وعشان كذا حد من صحابي والله بيسألني انت بتعملي ايه على اللابتوب، و يعني بيبقوا شايفيني قاعدة كده بعمل حاجات وبتاع، وانا مش ببقى عارفة اشرح لهم يعني الموضوع كبير. وقلت خلاص انا هعمل فيديو على اليوتيوب اقول لهم يعتبر انا بعمل ايه. غالبا ببقى فاتحة نوشن لاني عندي يعني، ممكن برضه اعمل لكم فيديو على النوشن واقول لكم اوريكم النوشن بتاعي، بس في حاجات طبعا مش عارفة افتحها لان انا ببلان حياتي كلها على النوشن. يومي وحياتي عامة، الحاجات اللي انا عايزة اوصلها حاجات كتير ديجيتال. وهل ده بيمنعني ان انا جورنال؟ لا خالص حرفيا يعني، بالعكس. انا في حاجات بحب ان هي تبقى ديجيتال، في حاجات بحب ان هي تبقى فيزيكال. بس اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.